بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي جاهز بالقوة الضربة لمباراة يانج أفريكانز. حمزة عبد الكريم خلاص طاير لبرشلونة. بديل أليو ديانج في النادي الأهلي. حرب بيراميدز مستمرة على النادي الأهلي. جديد صفقات النادي الأهلي. رد على تدليس الإعلام الأبيض. والأهلي نادي الدولة. صلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واخبط اللايك الجميل وتعالى نشوف تفاصيل اخبارنا النهارده. الاهلي جاهز بالقوه الضربه لمباراه يانج افريكانز. كل اللاعبين انضموا لتدريبات النادي الاهلي بما فيهم الصفقات الجديده، ما عدا هم 2 لاعيبه بس، عمرو الجزار ويوسف بالعمري، اللي فضل مستر يسترب ان هو ما يدفعش بيهم في المباراة الأولى. يوسف بالعمري لعدم الجاهزية الفنية، وعمرو الجزار للعودة من الإصابة. عمرو الجزار هينتظم في التدريبات إن شاء الله من يوم السبت، وده على لسان وكيله اللي قال إن عمرو الجزار خلاص الحمد لله تعافى نهائيا من الإصابة، ولكن لعدم الجاهزية الفنية. بن شرقي جاهز خلاص، بن رمضان تمام، أشرف داري شارك في التدريبات، مع إن الأخبار بتقول إن أشرف داري خلاص فسخ عقده بالتراضي مع النادي الاهلي، وفي عرض كويس جاله من فرنسا، وفي عروض من الدوري المغربي. قائمه النادي الاهلي اللي داخله مباراه يانج افريكانز: في حراسه المرمى الشناوي، شوبير، محمد سيحه. خط الظهر في اليمين محمد هاني واحمد عيد، في الشمال محمد شكري وكوكا. سرد باكات عندنا ياسر ابراهيم طبعا نجم منتخب مصر، ياسين مرعي، واحمد رمضان بيكهام، واحتمال كبير يكون موجود هادي رياض. ان شاء الله يكون هادي رياض خلص الكشف الطبي على خير ووقع كل العقود وكل حاجه خلصت، ويلحق ان شاء الله بمباراه بكره. في خط النص عندنا طبعا ما شاء الله يعني حدث ولا حرج: ديانج، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، احمد زيزو، امام عاشور، حسين الشحات، بن شرقي، طاهر، كل ما شاء الله، وتريزيجيه. في الشق الهجومي بقى هيكون عندنا 2: جراديشار ومروان عثمان اوتاكا. حمزه عبد الكريم خلاص كل حاجه بتخلص خلاص عشان يسافر لبرشلونه بعد ما جدد سنه للنادي الاهلي، وانا قلت لك ان الموضوع ده هو كان المشكله في موضوع حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم هيكون 6 شهور اعاره مجانيه. حمزه عبد الكريم لو لعب 5 مباريات في حمزه عبد الكريم لو لعب 5 مباريات مع فريق الرديف، ايا كان عدد الدقائق اللي هو هيلعبها، الاهلي يستحق 5 مليون يورو، بس مش هيتحطوا دفعه واحده. الاهلي هياخد ال 5 مليون يورو على دفعات، بمعنى ان الاهلي مع حمزه يلعب 5 ماتشات كذا، حمزه يجيب عدد معين من الاهداف كذا، حمزه يشارك في بطولات كذا، حمزه راح منتخب مصر الاول كذا، فهم دول تجميعتهم ال 5 مليون يورو، بالاضافه ل 15% نسبه اعاده بيع لو برشلونه فكر يبيعه في يوم من الايام. هادي رياض احنا قلنا عليه امبارح ان خلاص النادي الاهلي خلص فيه كل حاجه، هو تبقى الكشف الطبي فقط. هادي رياض النادي الاهلي مجرد انتهاء الكشف الطبي هيحول لبتروجيت 20 مليون جنيه عدا ونقدا، و20 مليون جنيه ان شاء الله في اخر مارس. نادي البنك الاهلي اعلن امبارح عن صفقه احمد رضا. صفقه احمد رضا يعني انا العبد لله كان من اوائل الناس اللي اتكلمت في موضوع احمد رضا، وحتى لما وكيله طلع نفى الكلام دوت قلت لك الكلام ده مش صح. النادي الاهلي مش هيضم اي لاعب الا بموافقته، او مش هيتكلم على اي لاعب ويدخله في اي صفقه الا لما يكون اللاعب موافق. الحمد لله من اوائل الناس اللي قلت لك احمد رضا رايح البنك في صفقه عمرو الجزار، اللي طلع نفى انا ماليش دعوه، وانا قلت لك الوكيل بتاعه ينفي ما ينفيش انا ماليش دعوه. احمد رضا لاعب في البنك الاهلي من ضمن صفقه عمرو الجزار. بديل ديانج مين؟ طبعا احنا كنا اتكلمنا على لامين كمارا لاعب نهضه بركان. نهضه بركان الموضوع صعب، نهضه بركان بيلعب معاك في دوري ابطال افريقيا، فنهضه بركان من المحتمل يقابل الاهلي في نهضه بركان افريقيا، يقابل بيراميدز، صن داونز، يقابل العتاوله الكبار. نهضه بركان حلم مشروع زيه زي اي نادي ان هو عايز يوصل النهائي، عايز ياخد البطوله، فمش هيفرط في اللاعب بتاعه. الفريق مشارك في دوري ابطال افريقيا السنه دي،
حمدي فتحي انا زي ما قلت لحضرتك ما حدش يتكلم معاه، غنام محمد حاطينه اختيار اخير في حاله لو ما لقيوش حد. طب مين بقى البديل؟ لاماتا مجاسة، لاعب وسط نادي زد. طبعا كابتن وليد صلاح الدين كان شغال في زد وكان شايف اللاعب ومتابع اللاعب، فهو اللي مرشح اللاعب وبيقول عليه لاعب كويس ولاعب واعد قوي، هو عنده 20 سنه من موريتانيا. كابتن وليد صلاح الدين معجب جدا بقدراته، والاهلي ان شاء الله هيخش في صفقه لاماتا مجاسة لاعب نادي زد لتعويض رحيل اليو ديانج المحتمل بشده. اليو ديانج محطوط في قائمه المباراه وجراديشار في قائمه المباراه، من الوارد جدا الاثنين يمشوا بعد الماتش على طول. يعني جراديشار خلاص هيكمل هيلعب الماتش ويمشي. ديانج طبعا الصحف الاسبانيه هناك كلها بتتكلم على ديانج وان نادي فالنسيا متمسك بضم اليو ديانج في الشتاء. في رايين في النادي الاهلي بخصوص ديانج. في راي بيقول نبيع اللاعب ونخلص منه ونستفيد بالمقابل المادي بتاعه ندخله في اي صفقه ثانيه، وفي راي ثاني بيقول لك لا، طالما الراجل متمسك بيه وعايزه يسترب يكمل معانا لاخر الموسم، وفي اخر الموسم ان شاء الله يروح مكان ما يروح. فحضرتك قول لي رايك في الكومنتات، نستفيد بديانج دلوقتي ويكمل معانا بطوله افريقيا، ولا نبيعه ونستفيد بالفلوس اللي هتيجي من وراه ونجيب لاعب او اتنين مكانه؟ اليو ديانج الراتب بتاعه مش قليل. اليو ديانج بياخد تقريبا 1,300,000 غير الفلوس اللي هتيجي من فالنسيا، غير انه هيسيب 200,000 دولار باقي مستحقات. فحضرتك قول لي رايك في الكومنتات، هل ده وقت رحيل ديانج ولا التمسك باليو ديانج؟ مهاجم النادي الاهلي ابو علي كلمت حضرتك عنه امبارح. ابو علي المهاجم الجزائري بيلعب في احد انديه المجر، النادي بتاعه متمسك بيه ومش عايز يسيبه، بيقول لك تعالى في الصيف ونقعد نتكلم. النادي الاهلي عايز يخلص فيه وبيداخل فيه بقوه، وان شاء الله الاهلي يخلص ابو علي. واللاعب متمسك جدا بالانتقال للنادي الاهلي، اللاعب مرحب جدا بانتقال النادي الاهلي وبيتكلم هناك، هو بيضغط على ناديه هناك عشان يجي النادي الاهلي. بس اتمنى ان احنا ما نفضلش ورا ابو علي لحد اخر يناير وبعد كده نقول النادي بتاعه مرضيش، فلازم يكون في بدايل ويكون في رد سريع من ابو علي والنادي بتاعه. ما استناش اجري وراه لحد اخر يناير ويجي يوم 31 يناير مع قفل باب القيد الافريقي الاقي مفيش واقعد من غير مهاجم ويكون جراديشار مشي واكمل الموسم الافريقي كله بمروان عثمان اوتاكا ومحمد شريف. كابتن سيد كان جايب لك 4 لعيبه، 2 بيلعبوا في فرنسا و2 في المجر، او 1 في المجر و1 في النرويج، والاربعه ما شاء الله ارقامهم كويسه جدا. وكمان كابتن سيد مخلص مع الانديه بتاعتهم. يعني انت شوف بس الراي النهائي في ابو علي، احمد نزير ابو علي. لا عشان لو ما فيش نجيب غيره او نشوف غيره ونلحق ننقذ الميركاتو بالمهاجم. النادي الاهلي عامل حوالي 6 صفقات لحد دلوقتي، ولسه عندك مهاجم، لسه هتجيب لعيبه تحت السن، لسه هتجيب لاعب خط وسط. اللعيبه اللي تحت السن احنا كنا قلنا امبارح ان الفخوري عودة الفخوري قريب جدا من الانضمام للنادي الاهلي، وقلنا بلاش البطء. اما اللاعب عجبنا وخلاص واتكلمنا مع النادي والمبلغ اتحدد 150,000 دولار، ليه البطء بقى؟ ليه البطء؟ نادي بيراميدز نط في الصفقه، في وفد من بيراميدز من امبارح بالليل بايتين في الاردن هناك، وزن زن 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 على رئيس النادي وعلى عودة الفخوري، ورئيس النادي بعت لعودة الفخوري تعالى يا ابني انا جاي لي عرض من بيراميدز وعرض من الاهلي وفي كمان عرض اوروبي، انت عايز مين؟ عودة الفخوري قال له الاهلي. حلو، اللاعب متمسك بنادي الاهلي. طب ما انت حامد حمدان كان معاك رغبته وكان متمسك بالنادي الاهلي، بس الفلوس وبيراميدز بيرمي فلوس بتذاكر العين النادي مش عين اللاعب، بتذاكر العين النادي وبيضغطوا على اللاعب زي ما حصل في حامد حمدان بالظبط. اتاخرت، دخل بيراميدز علق عليك، عليت سنه، هو راح معلي سنتين، ضغطوا على اللاعب وخلصوا البيراميدز. بيراميدز شاطر، ما عندوش لجنه تخطيط، بيروقراطيه في اتخاذ القرار.
ان القرار لازم يعدي على 50 واحد، وكل واحد يقول رأيه وكل واحد برأي، ونقعد نجمع ونشوف الأغلبية قالت حلو، ونروح نتكلم مع النادي بتاعه قلنا له قرش، قال لك قرشين، نرجع تاني نقول يا جماعة الولد يستاهل قرشين ولا لأ؟ فتلاقي واحد يقول لك قرش حلو، وتلاقي واحد تاني يقول لك والله هو يستاهل قرشين، وتلاقي واحد تالت يقول لك لا ده هو بقرش ونص. يا باشا انت في لجنة فنية فيها الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، ملياردير ياسين منصور اللي طول عمره جوه مطبخ النادي الاهلي وكان رئيس شركه النادي الاهلي، معاك واحد زي كابتن وليد صلاح الدين، وهات مدير تعاقدات شاطر، وقلنا قبل كده يا الاستاذ نادر شوقي يا الاستاذ هيثم عرابي، يخلص لك الدنيا كلها في دقايق. ده هو كمان بيجيبوا لعيبه كمان. ادي علا فخوري بيطلق عليه فيراري اسيا، ممكن يروح منك. كابتن سيد عبد الحفيظ عرف بالموضوع فعمل اتصالاته مع اللاعب ووكيله، واقنع اللاعب ان النادي الاهلي متمسك بيه، واحنا تحت امرك في اي حاجه وعينينا ليك، وما تمضيش لحد تاني، وان شاء الله احنا هناخدك بس انت خليك على موقفك. نفس الكلام اتعمل مع حامد حمدان، واتقال له ما تمضيش وما تروحش وما تجيش واحنا هنخلصك. دخل بيراميدز خلص، بنروح نقشر ونقطع ونجهز، يجي بيراميدز ياكل على الجهاز، وهتبقى تاني ضربه للاهلي في موسم الانتقالات ده. وعايز اقول لك ان الاهلي كان بيباعت لبتروجيت، كان عايز يعرف طلباته في توفيق محمد، دخل بيراميدز شايل. ودلوقتي بتروجيت اي صفقه انت بتخش فيها بيعرضها على بيراميدز، فلوسه حاضره يا باشا، الكاشات انت بتقسط هو كاش، ولو عايز بالدولار هيديك بالدولار كمان. نروح بقى لاكاذيب الاعلام الابيض. كابتن ميدو كان طلع في برنامج رامز جلال السنه اللي فاتت في حلقه مع امام عاشور، وكان قال ان امام عاشور كان بيتصل بيه دايما عشان يرجعه نادي الزمالك تاني، وامام عاشور رد عليه وكذبه في نفس الحلقه عشان يطلع هو في بودكاست مع الاستاذ ابو المعاطي زكي الصحفي الكبير، ويقول انه شاف فيديو على تليفون الاستاذ عمرو الجنايني في زيزو بيعيط وبيتحايل على الاستاذ عمرو الجنايني ان هو يرجعه نادي الزمالك تاني، وان هو كان غلطان وندمان انه مضى النادي الاهلي، وارجوكم رجعوني باي ثمن. فعشان يجي له الرد النهارده ان كل الكلام ده كذب، كل الكلام ده فبركه، مفيش اي كلام من ده حصل، ولو عندك حاجه طلعها، لو عندك فيديو او مكالمه انشرها، تحدي. طبعا كابتن ميدو مع احترامنا الشديد ليه طبعا، كل ما تخفت الاضواء عنه لازم يطلع يدور على الترند. هو ده كابتن ميدو طول عمره كده، وللاسف الاهلاويه هم اللي بيعلوا مشاهداته. كابتن ميدو يطلع يقول كلمتين في حق الاهلي، الاهلاويه يلغوا متابعتهم، يرجع يلاقي الريتش عنده وقع والصفحه عنده وقعت، يروح يرجع تاني يقول خبرين حلوين عن النادي الاهلي، ومفيش مشكله لو خبط كده تخبيطه صغيره في نادي الزمالك، تلاقي الاهلاويه دخل هجوم على صفحته. ولو دخلت على صفحه كابتن خالد الغندور او اي اعلامي زملكاوي او يوتيوبر زملكاوي، هتلاقي 99% من اللي بيعلقوا هتلاقيهم اهلاويه، وهم اللي بيعلوا الصفحات دي، وهم اللي بيخلوا الصفحات دي تنتشر. وتلاقي الجروبات الاهلاويه اللي بتعتمد على المصداقيه ونقل الخبر الصحيح هتلاقيهم محدش معبرهم. مش بتكلم عن نفسي والله، حضرتك خش كده شوف هنا وشوف هنا، هتلاقي الدنيا واقعه هنا عشان ده بيتكلم بمصداقيه، وهتلاقي الدنيا عاليه قوي هنا عشان قايمه على الفبركه والبوم والطخ. كابتن خالد الغندور وقناه نادي الزمالك ماسكين موضوع الاهلي والسيراميكا بقالهم يومين، يقول لك احنا اول مره نشوف صفقات متبادله بين فريقين في 3 سنين 22 صفقه، وان لائحه الاتحاد المصري بتقول ما ينفعش اكتر من 3 لعيبه اعاره. ففي حاجه اسمها عقود ثلاثيه بتتعمل كده، تحايل على القانون، وده واحد قالها بالنص كده، قال لك تحايل على القانون. اتمنى من الشؤون القانونيه في النادي الاهلي ان تحقق في الموضوع ده، ولو كلمه تحايل على القانون ديت يعاقب عليها القانون يقدموا شكوى في الشخص ده. وكان في عقد السنه اللي فاتت
محمد رضا بوبو كان عقد ثلاثي بين سيراميكا وبيراميدز ومحدش اتكلم عنه. تمام. وتعالى بقى اكلمك عن التعاون المشترك بين ناديين في الدوري. تمام. لما السيد تركي آل الشيخ اشترى لك 3 لعيبه ومدرب وهو مالك نادي، يعني وهو مالك نادي بيراميدز اشترى لك 3 لعيبه ومدرب وجدد لطارق حامد. يعني ناديين بيتعاونوا مع بعض، بيدوا بعض لعيبه، بيع وشراء واعارات. ده مخالف للقانون؟ ولا لما يكون مالك نادي ويشتري لعيبه ومدرب لنادي تاني؟ بس انتوا دايما ما بتشوفوش اللي عندكم، شايفين النادي الاهلي بس. عمركم ما شفتوا مشاكلكم، سايبين المشاكل اللي عندكم كلها وواقف في قيد وبلاوي زرقاء، ولسه في 3 4 قواضي كمان هيتحكم فيهم ممكن الاسبوع ده. يعني ممكن يوم الاثنين الجاي ده تلاقي جالك ايقافين كمان. وعايز اقول لك لو في شهر مارس ما دفعتش، ما سددتش اللي عليك، هيتخصم نقط. الموضوع ما انتهاش عند وقف قيد. ما تفرحش انك قاعد ما بتجيبش لعيبه وقاعد ومبسوط. لا يا باشا، ده في خصم نقط. النادي الاهلي طبعا بيجيب صفقات وانت ما معكش وموقوف قيد. فانت ايه الماده بتاعتك اللي هتطلع تتكلم فيها؟ السكريبت اللي اتوزع بتاع الواتس بتاع ال 15 جروب ال 15 اللي على الواتس، نطلع نتكلم على صفقات الاهلي وسيراميكا. ليه؟ عشان الاستاذ محمد ابو العينين قال لك انا عدل النادي الاهلي. الاستاذ ايمن الشريعي بتاع نادي انبي ما كانش بيغلي عليا ويديك ببلاش. وراعت عليهم صفقه اسلام عوض، فلوس اسلام عوض ضاعت عليهم، ولسه دي عندك فلوس من اللعيبه جت عندك ورجعت ولعبت مع انبي ولسه فلوسها ما اتدفعتش. يعني جت لعبت عندك ورجعت لانبي وبتلعب مع انبي وفلوسها ما اتدفعتش، وجاي تتكلم عن الاهلي وسيراميكا اللي معاملتهم فوري. الاهلي نادي الدوله، ده قطعا الاهلي نادي الدوله. بيراميدز لعب في الكاس، المصري لعب في الكاس، والزمالك اتاجل له ماتش سيراميكا في الكاس بحجه ان سيراميكا عنده ماتش في الدوري. طب ما انت عندك ماتش في الدوري وبيراميدز عنده ماتش في الدوري، وجه قرار الرابطه بتاجيلهم عشان اللعيبه راجعه من بره. بيراميدز لعب الماتش، انت ما لعبتش ليه؟ انت لسه هتلعب يوم السبت ولا الحد. يعني الكارثه انك هتلاعب المصري في الكونفدراليه وهو لاعب زد ولعب شوطين اضافيين وضربات جزاء وطلع من الكاس، وانت مريح لحد ما توفق اوضاعك ونشوف انت هتعمل ايه، وبعد كده لعبك ماتش سيراميكا. وده ليه؟ عشان حاجتين: الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، والاهلي نادي الدوله. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش تدعمنا باللايك، دعمك بيفرق معانا. اشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شير الحلقه عشان توصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعب بوخارست. السلام عليكم.